السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر، كيف حالك حبيبي؟ فاكر كنت سألتك قبل فترة عن معهد بيوفر قبول من جامعة يونيفرسيتي في ماليزيا، ورحت وسألت جزاك الله خير الأخت اللي مسؤولة هناك، وقالت لك إنه لا، غير ده ما في إمكانية. واللي هنا المعهد كان يقول إحنا معتمدين، وسووا لنا اجتماع عن طريق التيمز، وللأسف عندهم موقع النت اسمه اكتشفت بعدين في الأخير إنها عصابة محتالة، وللأسف موجود في النت أكثر من موقع لكل هالجامعة، كلهم يقولون لك احنا نوفر. لكن هذه الجامعه ادعت المعهد ادعى ان عنده مكتب في الرياض، وحاطين ارقام تليفونات محليه. ولما جاء يعني مشيت معاهم خطوه بخطوه، يعني ارسلت اوراقي لهم، كان الساعه 9 المساء، 9 الصباح، 12 ساعه ردوا علي قالوا لي تم القبول، مبروك، ما ادري ايش، نرسل لك المندوب علشان نحصل المبلغ. كان طالبين دفعوا لي $5000. طبعا انا رفضت، قلت لازم احولها على حسابكم. قالوا خلاص حولها على حسابنا في مصر. ورفضت انا برضو، قلت لي حسابات محليه، قالوا لا ما عندنا. وقاموا يتلاعبون ويلفوا دوران، وتحت تدفع ضريبه. قلت مو مشكله ادفع ضريبه، قالوا لا انت اولى بالضريبه. الشاهد في الموضوع انه في النهايه طلعوا ناس محتالين، ولا في اي قبول ولا في اي دراسه، هم بس فقط يبغون الفلوس. وانا بصراحه قلت ابلغك اول شيء، اتشكر منك حقيقه انك انت سالت واهتميت وحذرتني، فكنت حريص الصراحه اني ما احول لهم اي مبالغ، لين اقابلهم في مكتب او اشوفهم اعرفهم، اشوف تصاريحهم. وفي نفس الوقت اتوقع ان في ناس كثير ممكن تسالك عنهم او تسال عن شيء زي كذا، فيا ريت اذا يعني الله يكتب اجرك، يعني تبلغهم وتحذر الناس حتى ما يكون في يعني ضحايا في الموضوع هذا. انا سويت عليهم بلاغ في الجهات الامنيه، وانت اذا يعني حتى لو المسؤوله دي في الجامعه، ممكن لو اعطيتها خبر اكيد يعني حيتواصلون معها ناس من نفس الجامعه، لانهم ما يعرفون انه في ناس محتاله وقاعده تستخدم اسمهم. فاكرر شكري لك، والله يعطيك العافيه، وحبيت ابلغك بس باللي صار معي. شكرا ومع السلامه.